بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضور جميعا، لكم التحية ولكم التقدير. في البدء نترحم على شهدائنا، شهداء معركة الكرامة من قوات مسلحة وقوات نظامية ومواطنين. نسأل الله ربنا يتقبلهم ويحسن إليهم، ونسأل الله ربنا يشفي الجرحى ويشفي صدورنا من هؤلاء القوم المعتدين. أولا تحية خاصة جدا لكل منسوبي هذه المنطقة، منطقة النيل الأبيض العسكرية، عساكر وضباط ومواطنين ومستنفرين وأجهزة أمنية أخرى. نحن بنحييهم ونقول لهم قدمت هذه الفرقة، إذا الناس ما عارفين، خيرة أبناء لإسناد معركة الكرامة، وأنا شاهد على ذلك، وأنا شاهد أني أنا كنت متابع كل التحركات اللي كانت بتتم في كل محاور العمليات. ويمكن آخر مجموعة ما زالوا الناس القيادة الشغل رجعوا لهم 40 نفر وشالوا منهم 300. دي آخر كتيبة ظنها كانت شغالة في عزم الرجال، الله مع الشهيد على دين واحدة من المتحركات بتاعت أم درمان. على العموم نحن بنحييكم ونفتكر أنه أنتم قدمتوا وسندتوا معركة الكرامة وسندتوا الشعب السوداني، وأنتم قادرين ونحن واثقين من أنكم تزودوا مع إخوانكم عن حياة هذا الوطن وتدافعوا مع إخوانكم ضد كل من يحاول أن يعتدي على الشعب السوداني. طبعا هذه المعركة معلومة بالنسبة للجميع، ومعروف أسبابها ومعروف تداعياتها، ونحن مستمرين في هذه المعركة، لا حنخنع ولا حنتراجع ولا حنستسلم ولا حنرفع زي ما قالوا السلاح، ما حنحط السلاح أبدا. الشيء اللي حصل امبارح في ود النورة وقبلها في كثير من مناطق السودان، في الجنينة حصل شيء مماثل، في نيالا حصل شيء مماثل، في كثير من قرى الجزيرة، في الخرطوم حصل شيء مماثل. نحن هذا الأمر لن نتركه يمر مرور الكرام، وهذه الأفعال لن نسامح من اقترفها، ولن نضع يدنا في يد من يرتكب هذه الأفعال. نحن يمكن بنطمن أهلنا في كل بقاع السودان أن والله هذه المعركة ستستمر لغاية ما ينحسم هذا العدو، وهذه المعركة مستمرة لغاية ما ينتصر الشعب السوداني وتنتصر قواته المسلحة. نحن طبعا مقاصدنا من هذه الزيارة أن نقيف على أحوال الناس، نسندهم، نشد من أزرهم، نطمئن أن الناس قادرين أن يدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن السودان. نحن أيضا واجب أن نحيي الشعب السوداني كله بكل فئاته وكل قطاعاته. الشعب السوداني وقف مع القوات المسلحة وقفة حقيقية. الشعب السوداني زودنا بأبنائه وزودنا بأمواله وزودنا بكل ما يملك عشان ندافع عنه وندافع عن هذه البلد اللي أهلها نحن كلنا لا نرضى أن نشوفهم مشردين، ولا نرضى أن نشوفهم نازحين، ولا نرضى أن نشوفهم ضاقت بهم الأرض. لذلك الأفعال اللي تمت قصادهم دي نحن ما بنمرنا مرور الكرام، وأهمنا في ود النورة نحن نقول لهم حقكم نحن حنردوا ما بالدبل، ب 600 مرة حنرد لهم. نحن لما قمنا الحرب دي ما ضد الجيش، الحرب دي ضد المواطنين. عشان كده دعينا وقلنا والله كل زول قادر انه يحمل السلاح يجي نحن انضم للقوات المسلحة ويقاتل مع القوات المسلحة، والسودانيين استجابوا الآن. نحن كل الشعب السوداني الموجود
يواقف مع الجيش وبقاتل مع الجيش. لذلك واجب أنه نحن كعسكريين نستشعر هذه المهمة ونستشعر أنه هذا الشعب قدم لنا أغلى ما يملك، زي ما نحن تعلمونا من زمان، قدم لنا أبناءه وماله. لذلك رقبتنا ونحن كلنا فداء لهذا الشعب السوداني. نحن طبعا رسالة من هذا المكان وقدامكم انتم كأحد روافد القوات المسلحة الرئيسية، عهدنا مع الشهداء وعهدنا مع الشعب السوداني أنه لن نضع يدنا في يد هؤلاء المتمردين، ولن نضع يدنا في يد من عمل هؤلاء المتمردين. والرسالة أنا برسلها للتقدم والله قحط والله السياسيين اللي دارين يجوا ثاني يحكموا السودان. ما تحكموا ثاني السودان ده ونحن قاعدين فيه، ما تجوا السودان ده ثاني ونحن قاعدين فيه. واي زول خط يده مع الميليشيا المتمرده دي ما يحلم انه ثاني الشعب السوداني ده يستقبل. نحن وضح لنا جليا انه هذه المجموعه تقدم متواطئه مع المتمردين، ومتفقه معاهم على قتل الشعب السوداني، متفقه معاهم انه نحن لو ما قعدنا معاهم هم الحرب ما تقيف، الحرب نحن بنوقفها بأننا ننتهي من هاي الناس دي ان شاء الله. نحن واثقين تماما انه في النهايه نحن منتصرين، الجيش منتصر والشعب السوداني منتصر، وهم الناس دي بيتكلموا دي يشوفوا لهم حته يمشوا ليها. نحن كسودانيين نتعجب ونستغرب في انه في ناس بيفرحوا لانه سودانيين بيموتوا، في ناس بيفرحوا لانه سودانيين بيتنهبوا، في ناس بيفرحوا لانه بنات السودان بيغتصبن، في ناس بيفرحوا لانه الشعب السوداني تهجر من مساكنه وماله اتنهب وتقطعت له السبل، يفرحوا ويكتبوا انه والله الحكومه الما شرعيه، الحكومه قاعده فيها روح. انت تعال شوف تعال هنا ده، شوف الحكومه الشرعيه دي قاعده وين، تعال هنا شوف الناس نحن الناس الرسمي بيتكلموا برا ديل كلهم عارفين مواقفهم، وكل زول لو قدرنا نطلع له حقه وننشر له غسيل ونطلع له. نحن نحترم تماما المواطنين السودانيين، ونحترم هذه الدولة السودانية وهذا الشعب السوداني. لذلك واجبنا أننا نقف معاه لآخر قطرة دم عندنا، ونسند بآخر جند عندنا، ونسند بآخر مال عندنا، زي ما هم الآن بيقدموا لنا كل شيء. لكم التحية ولكم التقدير. نحن مطمئنين وبنطمن الشعب السوداني أنه والله لن تلل لنا قناة ولن يهدى لنا بال، وما حنوه إلا العدو ده ينتهي، إلا العدو ده يتدمر. هن في الجزيرة أصابوا ما أصابوا، وهن في كل السودان أصابوا ما أصابوا، ونحن ما عندنا حاجة غير أن نقول لهم نحن حنجيبهم وحنطرد الجماعة ديل وحناخذ لكم حقكم منهم إن شاء الله. تحية مرة أخرى لأهلنا كلهم القابضين الآن صابرين قاعدين، وقرى كثيرة ما زالت قاعدة، وفي ناس كثيرين ما زالوا قاعدين مستعدين يدافعوا بنفسهم وبمالهم عن أعراضهم وعن ممتلكاتهم وعن قراهم. نحن حنسندهم وحنصل لهم، وكل زول داير مساعدة حنساعده، كل زول داير يقيف موقف بطولي موقف وطني حنساعده عشان يقيف هذا الموقف. تحية لكل قطاعات الشعب السوداني اللي انضمت لنا بهذه المعركة، ونحن عملنا تنظيم لهذا الاستنفار. نحن ما داير لنا أجسام تعمل خارج القوات المسلحة، كلنا يجب أن نعمل داخل أجسام القوات المسلحة، داخل لجان أو داخل الوحدات الرسمية اللي بتنشأ بواسطة اللجان تحت الاستنفار بتنشئ الحكومة. أي ولاية فيها لجنة بتاعت مقاومة شعبية، هذه المقاومة الشعبية والمستنفرين ما دايرين نسخرهم كلهم للعمل العسكري،
إذا كان فيه الناس ممكن يساعدوا في أي مجال آخر نحن نسخرهم أنه يساعدوا الإسناد المدني، يشتغلوا في الإسناد المدني، الإسناد العسكري حسب حوجة الولاية وحسب حوجة المنطقة. نحن دايرين الكل يكون جزء من هذه المعركة، وهذه المعركة حتما ستنتهي بانتصار الشعب السوداني وانتصار القوات المسلحة السودانية، ونحن واثقين زي ما نحن شايفينكم قدامكم، شايفين النصر وسحق الناس دي قدامنا هنا ده. ربنا يقويكم وربنا يعينكم، ونحن عندنا حاجات كثيرة جدا ما قاعد نتكلم عنها، ما قاعد نقولها. يعني نحن هسه الآن في يدنا تسجيلات للمدعو يوسف العزت في الإذاعة وفي التلفزيون ببياناته، قاعدة هم ما جايبين خبر مصور، الكلام ده كله مسجل. ثاني يطلعوا البيان الأول والبيان الثاني والبيان الثالث، يقولوا القوات المسلحة هي البلد. واحد منهم أول امبارح قال القوات المسلحة اعتدت على معسكر الدعم السريع في المدينة الرياضية. المدينة الرياضية فيها معسكر بتاع دعم سريع، ده تدليس من هؤلاء السياسيين من شرذمة التقدم، كذب ونفاق على الشعب السوداني، لكن حسابهم بيجي ووقتهم بيجي وهم يقولون في أعمال عندهم الدول السوداني. كلهم حنحاسبون. أي زول خط يده في يد المتمردين احنا نعتبره شريك في الجرائم اللي حصلت للشعب السوداني. أي زول خط يده في يدهم احنا نعتبره شريك في أي زول دعمهم وساندهم ووقف معاهم، هو شريك في هذا الجرم، هو شريك في قتل السودانيين ونهبهم. نحن بنعرف 200 و200 نقول لهم هتاخذوا حقكم وتاخذوا جزاكم. بارك الله فيكم وربنا يجزيكم خير. وتاني تحيتنا لأهلنا الرابطين المرابطين في قرى الجزيرة، المرابطين في كل مكان، البدافعوا عن عن أعراضهم. أنا الليلة مشيت المناقل ولقيت ناس والدنور، لقيت ناس القرى كلهم والله صامدين وروحهم المعنوية عالية، هسي كلهم دارين يرجعوا تاني، كلهم أي زول نزح داير يرجع الليلة دي، وكلهم روحهم المعنوية عالية، معنوياتهم عالية، ولا انهزموا ولا حصل لهم شيء. صحيح إنها بتحصل لنا خسائر لكن ما بننهزم، تحصل فينا خسائر لكن ما بننهزم. ما في طالما عندنا روح ونفس طالع ونازل ما بننهزم، ولا في زول بيهزمنا، وما خايفين من زول ولا سائلين في زول نهاية، لأنه ما في زول عندنا حاجة نهاية. ما في زول يقول لك والله ده ساعدنا وده وقف معانا وده دعمنا، ما في. احنا بنقاتل احنا كجيش ومعانا الشعب السوداني ده. تحية لأخواننا في هذا المخابرات العامة وفي الشرطة أيضا، هم واقفين معانا، بالذات أخواننا في هيئة مكافحة الإرهاب. طبعا هيئة العمليات تم تغيير اسمها، بقت أصبحت قوات مكافحة الإرهاب، وهم قاتلوا معانا موجودين معانا في كل موقع. ونحن حتما هذه القوة سنرقيها، ما حنخليها تكون صيغ زي الحاجة اللي فاتت، لكن حنخليها جزء من هذه القوات تعمل غياباتها وتشتغل معاها. تحية لأخواننا في الاحتياطي المركزي في كل مكان، كل السودانيين والله واقفين مع الجيش وقفة حقيقية، وقفة صحيحة، وقفة وطنية. ونحن لو ما ردينا لهم الدين ده بأننا قدمنا روحنا دي قدامهم ما بنكون عمل لهم حاجة. ربنا ينوركم وربنا يديكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله أكبر.